السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال. تعالي بقى النهارده اقولك على افضل طريقة للقرص الفلاحي تنجح معاكي من اول مرة. المكونات بتاعتنا: كوبايتين ونص لبن رايب، كوباية سمنة، دي السمنة البلدي اللي احنا سيحناها مع بعض في الفيديو اللي فات. حوالي نص كوباية لبن، دي برضو اللبن اللي خرج من الزبدة اللي احنا كنا بنعملها. نص كوباية سكر، حوالي معلقتين كبار خميرة. واحدة واحدة بقى في الخطوات. اول حاجة هنجيب السمنة معانا ونحطها على النار. لازم تبقى بدرجة حرارة كده دافية، ما تكونش متجمدة شبه ما قبل ما احطها في الكازرولة. لازم تبقى سايحة شوية. احط معاها حوالي معلقتين كبار من السمسم. انا هنا بدي للسمسم تحميصة مع السمنة عشان ريحته تطلع. وكمان السمنة هنا لازم ادفيها على النار عشان لما اجي ابس بيها الدقيق تتبس معايا بشكل اسرع وما تبقاش جامدة كده في البس. انا هنا هبقى بس بسيبها لما بتطلع الريحة بتاعتها وبعدين بشيلها من على النار على طول. يا ريت بقى تروحي تشوفي طريقة السمنة عملناها ازاي من وش اللبن، هتعجبك جدا وان شاء الله برضو تنجح معاكي من اول مرة. انا هنا بوريكم ان السمنة مش بسيبها لما تسخن جامد، يعني يا دوبك بس السمسم بياخد تحميصة بسيطة خالص. هنيجي بقى ناخد معلقة سكر من النص كوباية اللي معانا نحطها على الخميرة. هزود عليها هنا حوالي نص كوباية مية دافية. لو احنا في الشتاء بنزود مية دافية، ولو احنا في الصيف بنزود مية فترة عادي من الحنفية. هنا لازم اجرب الخميرة الاول لوحدها في جنب عشان اشوف هي كويسة ولا لا، علشان ما بوظليش باقي المكونات. بقلبها واركنها بقى في جنب وابدا اشتغل في المكونات الباقية بتاعتي. ازاي بعرف ان الخميرة متفاعلة معايا؟ بلاقيها عملت وش كده من فوق، يبقى هي كده تمام وكويس. هنا بجيب السمنة والسمسم اللي انا حمصتهم على النار وبنزل بيه كل السمنة بتاعتي على الدقيق، وببدأ هنا أبس. أنا هنا هاخد الدقيق بس كده ما بين ايديا الاتنين، اقعد افرك في الدقيق بالسمنة لحد ما كل الدقيق اللي عندي يتشرب بالسمنة بتاعتي. دي أول خطوة لنجاح القرص، ان انا ابس الدقيق بالسمنة كويس. كملي معايا الفيديو عشان اقولك باقي خطوات نجاح القرص وازاي تنجح معاكي من اول مرة. انا هاخدها واكمل بس فيها لوحدي وهبدأ اوريكي بعدين باقي الخطوات. شوفي هنا انا ببسها ازاي بين صوابعي. باخدها كده بالراحة لحد ما كل حبة دقيق يتشربوا من السمنة. بقعد ابس فيها واحدة ورا واحدة كده لحد ما اخلص كل دقيق بالسمنة. انا طبعا في اضافات ضفتها في الاخر، هتتابعي معايا الفيديو عشان تشوفي ايه المكونات اللي انا ضفتها في الاخر. بصي، كل حبة متكتلة من الدقيق بتبتدي تفركها بايدك بالسمنة. بنفرك كل الكمية اللي عندنا. ابدأ بعد كده اضيف بقى المكونات بتاعتنا. اول حاجة ضفتها، شوفي الخميرة تفاعلت ازاي معايا، يبقى هي كده تمام وكويسة. بضيف الخميرة بتاعتي بالسكر بالمية. طبعا يا جماعة الدقيق بيختلف من نوع لنوع. انا ممكن النوع اللي استخدمه يحتاج كمية سوائل اكتر، النوع اللي تستخدميه تكتفي بالمكونات اللي انا قلتها لك او المقادير اللي انا ظبطتها معاكي. لكن انت برضو عينك هي ميزانك، بتشوفي المقادير قدامك محتاجة ايه وتزوديها او تقلليها. انا هنا ضفت الخميرة خلاص، هضيف بقى السكر. هنزل باللبن الرايب برضو بتاعي. احسن حاجة اللي تعملي بيها القرص الفلاحي بتطلع حلوة قوي في القرص هي اللبن الرايب او الزبادي. هضيف هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر.
وهنا اللبن اللي كان عندي في الكوباية أنا دفيته شوية وحطيته على الدقيق بتاعنا. طبعا أنا دفيته عشان الخميرة، لأن احنا الجو شتا، فبيبقى الحاجة لازم انتي تدفي الحاجة اللي هتحطيها على الخميرة عشان ايه تتفاعل معاكي كويس. ببدأ هنا ألم المكونات بتاعتنا كلها مع الدقيق. تبتدي بقى تعجني كده وتفركي، تعجني وتفركي لحد ما كل المكونات بتاعتك تمتزج مع بعضها. انا هكمل عجن لوحدي وبعدين ارجع اوريكم بقية العجين وصل ازاي. انا عايزة العجينة في الاخر تبقى ناعمة طرية ملساء فيها سنة تلزيقة بسيطة. انا هنا ضفت مكونات لان لقيت الدقيق اللي عندي محتاج كمية سوائل كمان، طبعا بيختلف زي ما قلنا من نوع دقيق للتاني. في دقيق بيحتاج معايا كمية سوائل اكتر، ودقيق مش بيحتاج. انتي بقى لو لقيتيها ناشفة زي كده محتاجة سوائل اكتر فبتزودي، زودي مثلا شوية لبن صغيرين او شوية مية دافيين، او يا اما تلاقيها مش بتلم برضو معاكي ففي المرحلة دي بنضيف بقى مادة دهنية، ممكن شوية زيت او شوية سمنة. لكن لو لقيتيها السوائل مناسبة مع الدقيق تمام ماشي مش بتضيفي حاجة. لكن لو لقيتيها لسه ملزقة من السوائل بتاعتها وحسيت ان السوائل كتير بتزودي مثلا معلقتين دقيق. انا هنا ضفت كمية لبن رايب صغيرة حوالي معلقتين كبير. ببدأ اخد اللبن واعجن بيه العجينة بتاعتنا لحد ما اشوف هي هتحتاج ايه تاني. طبعا لو عايزة تعجني بالعجان اعجني، بس انا هنا عجنت بايدي عشان يبقى الطريقة متاحة للكل، عشان اللي ما عندوش عجان برضه يعرف يعملها. ببدأ اعجن هنا واحدة بواحدة لحد ما اشوف العجينة تحتاج مني ايه وبزوده ليها. انا هنا حسيت ان العجينة محتاجة مادة دهنية فضفت حوالي نص كوباية زيت برضو كمان، ما ضفتش هنا الكوباية كلها، ضفت بس نص الكوباية. هنا في الحالة دي بقى تبتدي العجينة تفصل من ايدي وتلم. انا هي دي كده الطريقة اللي انا عايزاها في الاخر، ان العجينة تفضل طرية وتسيب من ايدي خالص. خلي بالك هنا ملحوظة مهمة، طول ما انت بتعجني بايدك مش هتعرفي ان العجينة مظبوطة ولا لا. لازم تغسلي الايد اللي انت بتعجني بيها من الدقيق خالص او من العجينة اللي هي فيها، وبعدين تبدأي تمسكيها تاني زي ما انا هعمل دلوقتي عشان اشوف العجينة كده تمام ولا لسه محتاجة حاجة تاني. بصي انا هنا بلم اهو العجينة، وتبتدي العجينة تسيب من ايدي خالص، انا برضو اروح اشطف ايدي بالمية وارجع اشوف هي كده خلاص تمام ولا محتاجة حاجة تاني. شطفت ايدي لقيتها لسه محتاجة كمان سنة دقيق، حطيت حوالي معلقة كبيرة من الدقيق وببتدي ألم العجينة كويس. انا هنا ما قصيتش ولا مقطع من الاضافات اللي انا ضفتها، عشان تبقى عارفة ازاي لو هي سايلة تزودي ايه ولو هي ناشفة بتزودي ايه، تعملي زي ما انا عملت بالظبط. ببدأ ألم فيها كده. تقريبا كده خلاص قربنا نوصل لان احنا نسيبها بقى ونخمرها. بصي انا هنا غسلت ايدي اهو بوريكي برضو ان هي كده خلاص سابت من ايدي خالص وما عادتش بتمسك في ايدي شبه الاول. انا مشيت معاكي في طريقة العجينة واحدة واحدة عشان تنجح معاكي من اول مرة. شوفي هنا ازاي مش بتلزق في ايدي، هي فيها نسبة تلزيق بسيط لكن مش بتمسك العجينة كلها في ايدي. كده تبقى العجينة مظبوطة معايا. انا هنا دهنت وشها دهنة زيت بسيطة وقمت مغطياها بكيس ومدخلاها في الفرن. لو انت عايزة تسرعي عملية التخمير بتدفي الفرن حاجة بسيطة وبتدفي عليه وبتدخلي الطبق اللي انت حاطة فيه العجين. اما لو في الصيف مش محتاجة تعملي الخطوة دي. انا هنا ببدأ اخد العجينة بتاعتنا، شوفوا بتمط ازاي كده شبه اللبانة في ايدك. كده العجينة مظبوطة وزي الفل.
باخدها اعمل منها كور واحط في الصينية بتاعتي، اعمل كور واحط في الصينية. انا هنا مش هبدأ ان انا اعملها الشكل النهائي، انا بس بعملها كور وهسيبها على ما ابدأ في الاخر ان انا ابتدي افردها، هبدأ باول صينية عملتها. انا هنا بوريك حجم الكورة بتاعة القرصة. خدت كمية كلها قطعتها دواير دواير كده او كور صغيرة. تاني بقى مع ملحوظة تخلي بالك منها عشان القرص بتاعتك تطلع ناجحة، ان انت ما تخليش حجم القرصة صغيرة او رفيعة، يعني ما ترقهاش قوي، خليها سمكها مناسب، عشان لو انت خليتيها سمكها رقيق هتنشف منك في الفرن. دي تاني ملحوظة او خلي بالك منها. لسه ملحوظة كمان هقولك عليها في اخر الفيديو. شوفي هنا دوت مش هيكون ارتفاعها النهائي، هو لسه كمان بنسيبها تختمر بعد ما نبدأ نفرد فيها. انا هنا بفرد كل القرص اللي عندي. دي اول صينية انا بدأت بيها، واركنها واخد تاني صينية برضو بدأت بيها بالترتيب كده، عشان مفيش صينية تختمر زيادة عن اللزوم. خلي بالك برضو ما تخمريش العجينة زيادة منك قوي، لان كده ممكن ارتفاعها ما يبقاش مناسب في الفرن، وتلاقيها هبطت منك في الفرن، لان الخميرة كده تعتبر باظت. فخلي التخمير يكون وقته مناسب، يعني ما تسيبهاش لما ترتفع قوي في الطبق اللي انت عجنتيها فيه لحد ما توصل لاخر الطبق، لا، لان احنا اصلا بنبدأ نخمر العجينة كمان مرة بعد التقريص، فانت خلي تخمير بتاعها مناسب. ما شاء الله كيلو دقيق طلع كمية حلوة قوي، حوالي 60 قرصة. بصي ما شاء الله، انا عملت الصواني دي وكمان اتبقى حتة عجينة كمان هرجع اكمل بيها بعد ما اخلص الصواني دي. انا هنا بوريكي هنا كمان العجينة اللي اتبقى تعمل كمان صينية. ما شاء الله كمية كيلو دي حلو قوي. اخر ملحوظة تخلي بالك منها عشان تنجح القرص معاكي هي درجة حرارة الفرن، بتخليها في الاول عالية وبعدين بتوطي عليها وتعلي شوية من فوق.